بسم الله الرحمن الرحيم. لأول مرة أحس بمظلومية القوانين اللي موجودة في مصر، القوانين الخاصة بالأسرة. مش هتكلم عن برضو يعني إيه إنك تعرف إنك تدخل بيت للأسف ما يكونش فيه راجل تعرف تتكلم معاه. يعني إيه تعرف تتكلم معاه؟ يعني لما تحب تتفق معاه، لما يحصل مشكلة تعرف تقعد معاه وتحلها. يعني لما يحصل أي خلاف تلاقي رجل حكيم تعرف تتكلم معاه فيبقى هو الرادع، سواء لبنته أو ليك أنت لو أنت أخطأت في وقت من الأوقات. أو إنك تدخل بيت تكون النساء اللي فيه هي اللي ماشياه، يعني هي اللي لها الكلمة الأعلى أو هي لها الكلمة الأعظم في الأمور. للأسف النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفلح قوم ولوا أمورهم امرأة. كذلك في أمور البيت، مش لازم ده في أمور الولاية والدولة والقضاء، لا، للأسف المرأة بتحكم بالمشاعر، ما تعرفش تتكلم معاها كلمة، ممكن تتفق معاك كلمة دلوقتي شوية تغيرها، العاطفة بتبقى غلباها. فأنت لما تيجي تتفق معاها اتفاق أنت مش هتعرف تلزمها، لكن لما تلاقي راجل هتعرف تتكلم معاه، تعرف تلزمه بالكلمة اللي هو قالها لك في يوم من الأيام. فإنك تدخل بيت الست هي اللي تبقى ماشياه سد، فده بيكون غلط الراجل ان هو قبل ده من الاول، فلازم ان هو يستحمل نتيجه غلطته. فانا مش هتكلم في النقطه دي دلوقتي، انك يعني ايه تدخل بيت ما فيهوش راجل، وقد ايه ده بعد كده بيكون سبب في مشاكل كتير كان ممكن تتحل بشكل بسيط وسهل، اتحول ان هو بقت مشكله اكبر. ليه؟ لان انت بتتعامل مع حد ما بيعرفش يتكلم، ما بيعرفش يحل مشكله، فالموضوع بدل ما كان ممكن يتحل على نطاق صغير وضيق، المشكله بتكبر وبتتوسع، وللاسف بتفرط لحاجات انت كنت ممكن ما تفكرش فيها في يوم من الايام. نيجي بقى لمساله القوانين اللي هي القوانين الاسره، او ليه بدات احس بمظلوميه القوانين دي، وقد ايه فعلا القوانين اللي موجوده في مصر هي من ضمن الاسباب اللي بتخلي الستات تتطلق او بقت تسعى للطلاق. انا ما عنديش مشكله انك تعمل قوانين تجبر الراجل في اوقات ان يعطي الحقوق او يلزم الراجل بالحقوق اللي عليه في حاله ان هو مخطئ او غير مسؤول. يعني ممكن نلاقي راجل غير مسؤول، غير عادل، غير وقاف عند الحق، فممكن يظلم اللي قدامه. انا ما عنديش مشكله انك تسن القوانين اللي تقدر تلزم الراجل وترغمه ان يرد الحقوق الى اصحابها، لكن انا عندي مشكله في حته انك القوانين لما تم سنها في العموم فبقى بيتظلم